السلام. اليوم الخوت جيت لكم قصه جديده. المهم، البلان اللي بغيت نقول لكم في هاد القصه هذه هو انني غادي نرجع للبلان ديال البارتيات، حيت ماشي على حساب التفاؤل، على حساب حيت هاد الاخر هذا مخربق شويه في الدماغ ديالي مع الفروض وداك الشيء راكم عارفين. و الا حطيت لكم قصه كامله محال واش خص بعد دوز واحد 2 سيمانات عاد نقدر نالف قصه جديده، حيت فاش تيكونوا عندك امتحانات راه خصك ضروري تحفظ، ونمنا فاش تكون واحد مكلخ بحالي انا. الحفاظه ما كتدخلك لراسك حتى ما تديوش على ديك اللعبه ديال خليفه اينشتاين ولا راه خوكم مكلخ اكثر من القياس. المهم، هذا هو البلان اللي بغيت نقول لكم، وان شاء الله غادي نحط لكم بارتيات، فهمتيني؟ غنبدا ندير لكم كل 3 ايام خلاص بارتيه كيما كنت كندير مشال هادي. غير هاد القصه هادي غادي تعجبكم بزاف، حيت تقريبا بحال قصه خليفه اينشتاين وسط مافيا، غير هادي عاوتاني مختلفه عليها وفي احداث اللي كتار شويه. المهم، ما غاديش نحرق عليكم، نبداو في الجزء الاول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهاد الوقيته انا خارج من بين دوك الناس اللي كيخرجوا فاش يلا كتسالى الصلاة ديال الجمعة، اللي كيكونوا زربانين باش يمشيو يتغداو في الدار، وتيبقى الفقيه تيقول واحد الدعاء. في ديك الوقيته انا ما كنتسناش داك الدعاء، ماشي حيت باغي نمشي للدار باش نتغدى، حيت باغي نخرج عند الدراري اللي كيتسناوني برا باش نلعبوا كره، اللي في نفس العمر ديالي، غير هما ما كيصليوش، ولكن انا مفروض عليا باش نصلي، وخا مازال في العمر ديالي يلاه 9 سنين. خرجت في ديك الوقيته ولقيت الدراري مقصرين باس. مشيت لعندهم وقلت لهم يلا نتحركوا نمشيو للتيران ديالنا. ما تسمعوش التيران ويحسب لكم شي تيران اللي فيه الكازون وبطويات وكذا، كنلعبوا فواحد الساحه اللي كبيره دايرين فيها واحد البطويات اللي عباره على الحجر. المهم، مشينا لتماك ودرنا جوج في الفرقه، حيت كنا بربعه بينا، بدينا مقصرين. واحد الدري كان مقاردي ليا وانا اللي كنت كنلعب كره، يعني واحد كيقاردي وواحد كيهجم. المهم، كنت مقصر وتنمركي بيوتا، ما حسيتش بالوقت كيداز، حتى لواحد اللحظه صافي قال لي الدري بلي غادي يمشي، حيت عيطات لامو، حيت جات لعندنا لديك البلاصه، حيت ديما تجي لعندو فاش تيتعطل بزاف، هو مول الكره. في ديك الوقيته صافي كلشي مشى، حيت مول الكره مشى ومشات كره. في ديك الوقيته انا غادي وقاص الدار، غادي كنسربي، حيت عارف راسي دبرت عليها، حتى عطلت بزاف وما حسيتش بالوقت كيفاش داز. يلا قربت للدار، واحد الدري اللي كيسكن حدانا، اللي كيسكن حدا الجامع، تلاقيت معاه وهو يقول لي فين كنتي غابر؟ قلت له علاش؟ قال لي راه الفقيه من الصباح هو كيقلب عليك، وباين بلي راه معصب عليك بزاف. قلت له ما عرفتيش فين مشى؟ قال لي لا. في ديك اللحظه غادي كنسربي وقاص الدار اللي لاصقه على الجامع، دخلت تماك تلقى غير الوالده. قلت لها فين هو الوالد؟ قالت لي انت اللي فين كنتي من الصباح هو كيقلب عليك، وباين بلي معصب عليك بزاف. واش عاودتي درتيها؟ عاودتي درتي نفس الفعله اللي كدير، حتى تخليه يبدا ينطق بالدعاء عاد ديك الساعه تتخرج، وتماك تيتعصب عليك. قلت لها فين هو دابا؟ قلت لي مالك واش واكل شي حاجه؟ قلت لها لا علاش؟ قلت لي راه مشى للجامع، راه قرب العصر، واش انت كنتي ناس ولا كيفاش؟ قلت لها لا راه غير كنت لعب كره وما حسيتش بالوقت. قلت لي عرفتي شنو غادي دير؟ دخل دوش، راك كتبان عرقان بزاف، موراها توضى وسربي باش تمشي تصلي معاهم العصر، على الله يك ما يسمح لك، ما فيا اللي يسمع البكا ديالك عاوتاني هاد العشيه هادي. قلت لها صافي، داكشي اللي كان. دخلت دوشتو، موراها توضيت وقصت الجامع، كانت باقا العصر 5 دقايق باش يودن. دخلت للجامع ولقيتو خاوي، مشيت للصف الاول وجلست. واحد اللحظه تنسمع الاذان، ديك اللحظه نزل الوالد وموراه بدا بينا الصلاه، حيت هو اللي كيودن وهو الفقيه ديال هاد الجامع. ودابا بلا شك غادي تكونوا عارفين علاش الوالد مبزز عليا باش نبدا الصلاه من 9 سنين، واخا مذكور في القران باللي خصك تعلمهم الصلاه 7 سنين، و10 سنين عادي الا ما كانوش كيصليو عاد تبدا تضربهم. ولكن انا الوالد علمني الصلاه فاش كانت عندي 6 سنين، ومن 7 سنين قال لي ضروري خصني نبدا نصلي. المهم، بديت كنصلي معاهم العصر سالينا، واخا هكاك ما نضتش، بقيت جالس حتى خرج بنادم كلشي. عاد ناد الوالد، في ديك اللحظه جات عينيه في عينيا، قال لي فين كنتي؟
قلت له راه كانوا كيتسناوني الدراري باش نمشي نلعب معاهم كره. قال لي واش كره اهم ليك من الصلاه؟ قلت له لا. قال لي وشنو معناتها هادشي اللي درتي دابا؟ قلت له اسمح لي الوالد، هذه اخر مره. قال لي كل جمعه تقول لي اخر مره، ولكن مازال مبغاش يهديك الله. قلت له الوالد صافي، تنوعدك باللي اخر مره هي هذه. قال لي المره الجايه غادي نعلقك في ديك الحديده اللي عندنا في الدار، وغادي نخليك نهار كامل بلا ماكله وبلا شراب الا عاودتي درتي بحال هادشي هذا. قلت له صافي هادي والتوبه. قال لي يلا زيد، واش تغديتي ولا مازال؟ قلت له ما يلا وصلت، راه وصلت عرقان بزاف حيت لعبنا كره. وموراها قالت لي امي بالله راك كنتي كتقلب عليا، وقالت لي باش ندخل ندوش، موراها نتوضا باش نجي نصلي معاك العصر. قال لي امك شكال تيحسب لها بلي غادي نضربك عاوتاني؟ قلت له بصراحه حتى انا كيحسب لي بلي غادي تضربني. قال لي ولدي راك قريب تكمل 10 سنين، داكشي علاش ما غاديش نبقى نضربك بزاف، حيت العصايه اللي كتخرج بنادم على الطريق. داكشي علاش كنطلب منك انك الهضره اللي كنقولك خصك تبدا تفهمها، ما خصنيش نبدا نضربك بزاف. هذا احسن حل ليا وليك باش تكون حياتك زوينه، وانا اصلا تنقولك الحاجه غير اللي غادي تصفي طريقك من الشوك وغادي تخلي طريقك ديما زوينه. قلت له صافي الوالد ما تخافش، هاد المره اي هضره قلتيها ليا غادي ندير بها. قال لي يلا زيد تغدى، راه باينه فيك هاد الايامات وليتي غادي وكترقاق، ما بديتيش كتاكل بزاف. في ديك الوقيته وصلنا للدار، ما دخلنا من الباب، الوالده كتشوف الوالد وكتسنى يزف عليا بمخمره، ولكن صدمها فاش قال لها سخني كسكسو عبد الله، راه جا الجوع بزاف. ديك الوقيته الوالده ناضت في البلاصه وسخنات ديك البرمه اللي فيها كسكسو، حطات ليا وبديت كناكل، وانا والوالده مصدومين في الوالد كيفاش ولا كيتعامل معايا في شكال هاد البلان هذا. حيت ديما كل جمعه فاش كندير هاد البلان هذا تنرجع للدار، يا اما تيسلخني برا في الطريق، يا اما تنوصل للدار تيهزني بنص، ديك الساعه تيبدا عليا بالمخمر. تصور معايا وهذا مربي لحيه كبيره فوق واحد الدري صغير وكيحشي ليه في المخمر، وهذا المشهد اللي كيجيب الضحك بصراحه. المهم في ديك الوقيته بديت كناكل شبعت، نتو شالت التلفازه وبديت كنتفرج. في هاد اللحظه كنسمع الوالد تيدوي في التليفون، وباين باللي تيدوي مع شي واحد اللي كيحترمو بزاف. في ديك الوقيته جات تسوي الصوت ديال التلفازه وبديت كنتفرج، حيت هاد العاده هادي مربيها فيا الوالد ديال ما خصنيش نبدا نتصنت البنادم اش كيقول ولا نبدا نبرقق اش كيقول. المهم بديت كنتفرج، تداز تقريبا واحد ساعه قل ربع بحال هكاك، تنسمع شي واحد داخل مع الباب. الوالده خلاص اون فوا تيكون جاي شي واحد للدار تتمشي تتخزن في البيت ديالها هي والوالد. انت انا وديت كنطل من واحد السرجم اللي عندنا في البيت ديال الكلاس، تيبان لي الوالد ومع واحد المراه تكون في الربعينيات من العمر ديالها، واحد البنت اللي تكون يلا عندها ديك 18 عام حتى 20 عام. دخلوا بينا فيهم اللباس ديالهم باللي مكحلين صريفه. ديك الوقيته الوالد بدا تيحترمهم بزاف، ما عمرني شفتو كيحترم شي واحد قبل بحال هكا. المهم دخلوهم لديك البيت اللي مولف تيدخل اي واحد تيجي لعندو، حيت الوالد معروف بالفقيه، وإن فوا تيبغي شي واحد يدير رقيه ولا يحيد شي ساحر ولا شي لعيبه تيقصد الوالد، حيت معروف بزاف في هاد الدرب عندنا وفي هاد الحي. المهم دخلوا في ديك اللحظه لداك البيت وسد الباب بالساروت. المهم حيت عارفني في هاد الفعيل هادو ديال كندير السباب الماء ولا شي بحال هكا، بلي راني باغي نديلو الماء باش ندخل نتصنت شنو كيقولوا دوك خوتنا ولا نشوف شنو طاري في ديك البيت. داكشي علاش ولا كيسد الباب بالساروت. في ديك اللحظه مشيت وبقيت واقف مورا داك الباب، بديت كنتصنت له، وعلى حساب ما عرفت وعلى حساب ما قالت ديك المراه للوالد، قلت له بلي بنتها اللي قلت لكم قبل بلي تكون في عمرها ديك 18 عام حتى 20 عام، بلي مديور لها شي سهر وما تيخليهاش قاعد الناس، معذبها في الحياه ديالها. وقالت له ديك المراه بلي
الا فكلها هاد السحورات بلي غادي تعطيه بزاف ديال الفلوس، حيت دارت بها عند الفقهاء كاملين اللي تقريبا في هاد المدينه هادي ما قدروا يديروا والو. داكشي علاش اللي سمعت على الوالد وجات قصداتو. سولها في ديك اللحظه الوالد هو يقول لها شكون اللي عطاك نمرتي. قلت له بلي واحد الراجل اللي فيتلو جا لعندك باش يدير الرقيه، وبلي كتصرع الرقيه مزيان، وجيت لعندك على الله وعاسى تكون تتصرح حتى فك السحر. قال لا يكون خير لاله. المهم في ديك اللحظه بداو كيدويو على داكشي اللي كان كيطرى لبنتها في هاد الايامات واللي ما فهمت فيه حتى لعبه. المهم بديت كنتصنت لهم حتى سال الوالد وعطاه واحد القرعه ديال الماء وقال لها غادي تبدا تشرب منها لمده سيمانه في كل ليله، غادي تبدا تشرب منها كاس، وعطاه واحد البيدو ديال 5 يطرو وقال لها بلي غادي تخلطو مع واحد البيدو ديال 20 يطرو وغادي تبدا تدوش بيه كل ليله من داك 25 يطرو ديال الماء. كل ليله غادي تبدا تدوش بيه، يعني غادي تقسم داك الماء ل7 ايام، موراها ترجع عنده وكذا غادي يشوف داكشي واش عطا المفعول ديالو ولا لا. المهم في ديك الوقيته تحركت من حدا داك الباب، حيت كنت عارف بلي في ديك الوقيته فاش غادي يخرج الوالد هو ودوك ديك المراه وديك البنته، مشيت في البلاصه اللي بيت الكلاس اللي كنت جالس فيها كنتفرج. درت راسي بلي راني كنتفرج في التلفازه. دازت تقريبا واحد 2 دقائق تيبان لي الوالد خارج هو ودوك ديك المراه وبنتها. في ديك اللحظه داير راسي بلي راني كنتفرج، ولكن كنت في نفس الوقت حادي الوالد وديك المراه وبنتها نسترجم اللي كاين في ديك البيت ديال الكلاس. المهم بداو كيدويو تقريبا واحد دقيقه ويتبان لي ديك المراه مشات في حالتها هي وبنتها، كانوا كيدويو ولكن ما كنسمعهمش حيت كانوا كيدويو بشويه. بان لي الوالد بلي فرحان بزاف. عاد دابا عرفت البلان علاش الصباح ما بغاش يضربني على حساب هاد البلان هذا. وقيلا فرحان حيت هاد ختنا هادي مدبر على الفلوس، ولا مشى حتى صدق داكشي اللي عطاهم غادي يدبر على بزاف ديال الفلوس. في ديك اللحظه تيبان لي داز من حدا ديك البيت ديال الكلاس وفي يدو واحد الكمشه ديال الفلوس. عرفت في ديك اللحظه بلي ختنا في الله عطاتو لافونس. في ديك اللحظه بان ليها قصد البيت ديالو هو الوالده، بينا باغي يخبي هاد الفلوس هادو. ما درتش بالي في داكشي وبديت غير حاضي التلفازه وكنتفرج. داز داك النهار ودازو ايامات موراه. كنا في ديك الوقيته شادين عطله ديال الصيف. بعد ما داز شهر على داك النهار رجعنا للقرايه. المهم خوكم في ديك الوقيته كان كيقرا في الرابعه. بدينا العام مزيان وجا معايا ديك الدري اللي كان تلقى معايا فاش كنت يلا لابس كره وراجع للدار، اللي كان قال لي بلي الوالد كيقلب عليا. جينا انا وياه في نفس القسم. المهم كنت كنجلس انا وياه ديما في نفس الطاوله. كنا في ديك الوقيته يلا بادين القرايه بشويه حتى بدات كتقصاح بعد ما دازت 2 سيمانات. اما ختنا في الله هي وديك البنت ديالها كانوا كل سيمانه يرجعوا عند الوالد، و اي بلان تيعطيهم الوالد ما كيصدقش. ولكن المراه كانت متشبته في الامل ديالها، حيت عارفه الوالد بلي احسن واحد في هاد المدينه هادي هو اللي يقدر يفك بنتها من داكشي، غير مازال ما طاحش على الدواء ديالو. دازو دوك 2 سيمانات والقضيه غاديه وكتقصح، والدروس غاديين وكيكثروا، وزيد عليها الحفاظه غاديه وكتكثر، حيت مازال اصلا ما بديتش انا كنحفظ. فاش صدماتنا الاستاذه فاش قالت لينا من السيمانه الجايه غادي نديروا الفرض الاول، ما كنتش بصراحه موجد ليه. واخا التربيه اسلاميه هي احسن ماده عندي كاع بطبيعه الحال، حيت انا ولد واحد الفقيه اللي معروف في ديك المدينه. بطبيعه الحال الوالد ديالي غادي يكون حارس عليا باش نتبع الاسلام، والاسلام تعني هو التربيه الاسلاميه. المهم في ديك الوقيته ما عرفتش راسي علاش هاد العام دابا مركزش مزيان مع القرايه، واش يكون زعما بسبب ديك المره اللي كتجي كل اثنين باش تجي عند الوالد باش تفرقع عليه وتقول ليه عاوتاني ديك الدواء اللي عطاها ما صدقش، كتقول له باللي كيعتبر بنتها باللي واحد الفأر التجارب تجرب فيها شكون هو الدواء اللي غادي يصدق. وكل اثنين تزيد الوالد يدافع في ديك المراه تيقول لها ان شاء الله الدواء هذا هو اللي غادي يحرر لك بنتك من داكشي اللي كتعيش فيه كل نهار. والمراه على نيتها تتيق الوالد وكترجع، ولكن السيمانه الجايه تلقاها عند الوالد مورا العصر كيف مولفه ديما تجي عنده.
المهم فواحد النهار ديال الاثنين كنت قاري في داك الصباح، حيت عندي عشيه خاويه. قاري في داك الصباح قالت لينا الاستاذه بلي نهار الثلاث عندنا الفرض. المهم خوكم بصراحه ما كانش موجد لداك الفرض. رجعت للدار وناوي باش نراجع مزيان لداك الفرض، باش نحاول نجيب فيه نقطه زوينه، حيت الا عرف الوالد بلي التربيه الاسلاميه ما جبتش فيها نقطه زوينه هذيك عاليه بالمزيان. المهم خوكم في الله رجع للدار وناوي باش نحفظ. وصلت للدار وكان ديك الساعه توتن الظهر، مشيت باش نصلي الظهر. مرة رجعت للدار وبديت كنراجع شويه، راجعت شي لعيبات ومازال ما كملتش، وقلت في العشيه ان شاء الله غادي نكمل المراجعه حيت قسمت الدروس. المهم راجعت داك الشويه في داك الصباح، والعشيه خليت له حقه حتى هو. بديت كنتفرج في التلفازه حتى ود العصر. في ديك الوقيته قصدت الجامع حيت كان مازال عليا الوضوء. صليت ورجعت للدار انا والوالد. وصلنا وبديت انا كنتفرج. في ديك الوقيته كيف مولف كل اثنين ختنا في الله جات عاوتاني، ومع الدخله ديال الباب ختنا في الله كتفرقع على الوالد حيت كان واقف قدام الباب. قلت له واش انت كتسطى عليا ولا شنو؟ كل سيمانات بدا تديني وتجيبني، واش انا ما عندي ميدار من غيرك انت؟ قال غير بردي، يلا ندخلوا للبيت بعدا وديك الساعه تشرحي لي شنو كاين. قلت له شوف باغي ندخل معاك للبيت لا تلعبه، هاد النهار هذا هو اخر نهار وغادي نقولها لك من دابا، الا ما قضيتيش معايا الغرض ثق بيا غادي نوصلوا حتى للمحاكم، ودوك الفلوس اللي عطيتك كاملين غادي تردهم ليا بالخاطر ولا بلا خاطر. راك واقيلا ما عارش راسك مآمن.